ازيكم يا جماعة؟ معاكم المهندس أحمد من قناة حليم وتك. هنتكلم النهاردة عن برنامج مهم جدا واحنا بنحتاجه كلنا، وبنكون ساعات واقعين في مشاكل كتيرة قوي وبنكون محتاجين اللي يساعدنا وما بنعرفش بسبب ان احنا ما عندناش خلفية او ما نعرفش حاجة عن برنامج النهاردة. برنامج مهم جدا وهو التيم فيور. البرنامج ده بتقدمه شركة تيم فيور، وده بنقدر عن طريقه ان هو بندخل من الجهاز بتاعنا على الجهاز المستضيف الشخص التاني اللي احنا بنقدر مثلا عنده مشكلة فبنقدر نحلها له. بنعمل معاه بنحل له مشكلة في برنامج، بنساعده في تعريف ما، بنساعده في حاجة هو مش قادر يستوعبها على الكمبيوتر. وده بيتم بطريقة سهلة قوي عن طريق ان المستخدم بيفتح البرنامج بس، وبيديله البرنامج بيديله حاجتين، بيديله الاي دي وبيديله الباسورد. الاي دي ده بيكون ثابت مع الويندوز نفسه، يعني مع تغيير الويندوز بس بيقدر يتغير. اما الباسورد ده بيتغير باستمرار كل ما بتقفل البرنامج وتفتحه كنوع من انواع الحمايه للجهاز وللمستخدم نفسه، عشان خاطر ما يكونش حد محتفظ بالاي بي ده او الباسورد ده. الاي بي عادي لو احتفظت بيه، لكن الباسورد ده متغير دايما باستمرار، مع كل ما بتقفل البرنامج وتفتحه مره تانية فبيتغير. فبالتالي ده بيكون حمايه وامان للمستخدم نفسه. البرنامج ده سهل جدا ان احنا نقدر نحمله يا شباب، وبكل بساطه ممكن ندخل على جوجل مثلا. كل اللي علينا هنكتب كلمه تيم فيور. مجرد ما هنكتب تيم هنلاقي كلمة تيم فيور تحت، وهندخل على داونلود مثلا توداي، وهنحمل النسخة سواء الإصدار ال64 أو ال32، أو ممكن تدوس هنا على طول على كلمة داونلود تيم فيور. مجرد ما تدوس عليها هيبدأ معاك التحميل على طول وتقدر تحمله بكل بساطة. دي حلقة النهاردة بخصوص التيم فيور، وهنقدر من خلاله زي ما قلت لكم بنقدر نساعد ناس كتير وبنقدر نحل مشاكل ناس كتير من خلال برنامج التيم فيور ده. ما تنسوش ان انتوا ان شاء الله تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد، وان شاء الله اول باول هنزل لكم برامج مختلفة. شكرا ليكم والى اللقاء.